سرق 217 بنك. الخير والشر مكونات الحياة عموما، بس هل ممكن يكون الشر في يوم الخير أو يكون الخير هو بنفسه الشر؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. جرائم السرقة مش حاجة جديدة عن بني آدم، مش عادية بس موجودة، وأنا هنا ما أقصدش السرقة بالمفهوم التقليدي، أنا بتكلم عن السرقة الإلكترونية. في 2013 تحديدا في مطار بانكوك في تايلاندا يتم القبض على الهاكر الأخطر اللي حير الحكومة الأمريكية والإنتربول لمدة 3 سنين كاملين. حمزة بن دلاجة، شاب جزائري مواليد 1988، اتخرج من جامعة باب الزوار في الجزائر من كلية العلوم والتكنولوجيا في 2008. حمزة بدأ حياته بأنه بيعمل صيانة لأجهزة الكمبيوتر على اعتبار إنها مجال دراسته، لحد ما تحول لقرصان إلكتروني أو بعبارة أخرى هاكر. حمزة وبمشاركة واحد زميل ليه في المجال ده، وبالمناسبة كان روسي، عملوا فيروس اسمه سباي آي. الفيروس ده من خلاله قدروا يدخلوا 50 مليون جهاز كمبيوتر في 2010 و2012، واللي من خلالهم سحبوا معلومات ل 200 ألف فيزا وأخدوا كل الفلوس اللي عليها. بس مش ده السبب الوحيد اللي خلى الانتربول بيدور على حمزة، لأنه كمان عرف يهكر نظم بنوك في كل مكان في العالم، وخصوصا في الكيان المغتصب. حمزة سحب فلوس من 217 بنك ومؤسسة، لدرجة إن في مؤسسات أفلست. لحظة القبض على حمزة ما كانتش عادية، لأن ابتسامة حمزة ما فرقتش وشه، وده كان مستفز جدا، وخصوصا بعد انتشار اخبار بتقول انه اتبرع بفلوس كتير جدا من اللي اخدها من بنوك الكيان لجمعيات خيريه في بلاده وفلسطين. ومن هنا ابتدى شباب المجتمع العربي يبص لحمزه على انه بطل الخير، حتى لو كان عن طريق السرقه الالكترونيه. وطبعا في روايات تانية بتقول ان القصه دي مش حقيقيه، وان سرقته للبنوك مش عشان فلسطين ولا حتى البلاد العربيه اللي اتبرع عليها، انما لمتاعه الشخصي. وصدر حكم ضد حمزة بن دلاج في السجون الأمريكية، اتحبس 10 سنين، ورجعت صورته تتصدر المشهد مرة تانية من وقت قليل عدى. ورجعنا احنا نسأل هو ايه اللي ورا الهاكرز؟ القرصنة الإلكترونية أو التهكير زي ما بنعرفها النهاردة تم تعريفها على إنه عمل إبداعي، لأنها بتعتمد على ثغرات الأنظمة والبرمجية. فبيقوم الهاكر يعمل هجمات على ثغرات النظام، وبيعملوا حاجة زي الفيروسات اللي بيوزعوها داخل الكمبيوتر علشان تعمل شلل جوه النظام. يعني ممكن جهازك ومرة واحدة هو تحت ايدك وانت المسيطر عليه ما يفتحش، لانه دخل عليه وبقى تحت سيطرته هو. طبعا الكارثة انه ده بيتعمل على حكومات ودول كبيرة. كيفن ماكنيك هكر نظام الدفاع الامريكي اللي مسيطر على عدد اسلحة نووية كبيرة جدا، واللي ممكن بضغطة واحدة ينهي العالم. النوع ده من الهاكرز اسمهم أصحاب القبعات السوداء، يعني اللي هدفهم سرقة البنوك أو الخراب داخل أنظمة الدول. وفي أصحاب القبعات البيضاء، ودول المفروض الهاكرز الطيبين، يعني دول بيعملوا هجمات على النظم برضو بس عشان يعرفوا ثغراتها، ويساعدوا أصحاب النظم دي عشان يعرفوا نقاط الضعف، وبالتالي يقووها علشان يحموها من الهجمات الشريرة والمدمرة. وعشان كده بقى في منظمات كبيرة جدا بتدفع فلوس للهاكرز علشان يخترقوها وتعرف ثغراتها الأمنية عشان تشتغل عليها. حتى إن فيسبوك نفسه في وقت ما كان فيه هاكر دخل على نظامه واكتشف ثغرة فيه وبعت ليهم وخد مكافأة مالية. وكل المنظمات الكبيرة دلوقتي بتعمل ده، وبتجند هاكرز علشان يخترقوا أنظمتها ويكتشفوا ثغرات أكتر وأكتر، لأنه بقى في قانون بيجرم على الشركات الكبيرة اللي زي فيسبوك إنه لو حصل ليها اختراق لمعلومات المواطنين أو حتى المعلومات دي اتسربت وبقت تحت سيطرة حد، هيدفعوا تعويضات كبيرة جدا. فبقى أرخص كتير جدا عليها إنهم يجندوا ناس بس بتحاول تخترقهم أو يحاول يهكرهم قبل ما أصحاب القبعات السوداء هم اللي يسيطروا على الموقف. التكنولوجيا كل يوم بتتطور، وانت كل يوم بتكون معرض أكتر وأكتر إنك تخترق، وفي أي لحظة بإبداع أو خدعة أكبر ممكن تخترق. فخد بالك وما تشاركش معلوماتك الشخصية مع أي رقم يكلمك أو حتى أي لينك يتبعت لك. بس عادي ممكن تشاركنا رأيك في الكومنتات، وتتأكد إنك عامل لايك وكومنت وشير على الفيسبوك، وكمان لو كنت على اليوتيوب تتأكد إنك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب، كنت معاكم في ما وراء الحاجات.